يلا بينا نعمل محشي اقتصادي من غير فراخ ولا لحمة وطلع زي العسل. جبت ورق العنب البناتي ده الربع ب10، وجبت حزمتين خضرة، وجبت كيلو بتنجان ابيض وربع فلفل رومي، وعملت كده وجبة اقتصادية من غير اي لحوم وطلعت زي العسل. تعالوا نشوف عملناها ازاي. خدت كده القرن الاحمر ده الرومي الاحمر مع شوية الطماطم دول، وهضربهم مع بعض في الخلاط، هضربهم كويس قوي. وبعد كده هبشر بصلايه وحطيت عليها طبعا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، عندك بابريكا حطي. هنا بقى بشرت بصلتين كبار كده. ودلوقتي حطيت الزيت، ازازه الزيت خلصت بقى، لازم نصفي اخر حاجه فيها دي، عشان انتوا عارفين بقى الحاجات دي بقت مهمه ازاي. وهنا الخضره غسلتها بالخل. وهنا البصله بقى هبتدي ان انا اشوحها كده واحمرها. وهنا ورق العنب حطيت في الميه نص ليمونه، وبدأت ان انا اسلقه، وبطلعه من المية السخنة على المية الساقعة وبصفيه كويس. وبعد كده ابتدي احشيه. هنا شوحت بقى كده البصلة وبدأت ان هي تدبل معايا، اقوم نازلة على طول بشفشق الطماطم، ملح وفلفل وكزبرة وكمون. مبحبش احط بهارات في المحشي، بحس ان هي بتحمي على الصدر كده وبتتعب قوي. بصوا الخضرة لما اتغسلت بالخل. وهنا قمرت البتنجان والفلفل، وهغسلهم برضو بمعلقتين خل كده. انا اي خضار دلوقتي يا جماعة بغسله بالخل، خضار او فاكهة. مش عارفة، الواحد بقى بيخاف قوي بجد من الميكروبات، والجو اصلا كله تراب وحشرات، فالحاجة لازم تتغسل كويس قوي، والخل بينقيها وبيطهرها كويس. هنا قلبت بقى كده بعد ما اتسبكت خالص وقلت جدا الصلصة، نزلت بالرز. وهنا بقى كده دي الخضرة، وهنا الرز بتاعي حطيتهم على بعض. بص الرز احمر ازاي. هحشي بقى البتنجان والفلفل في حلة، وورق العنب في حلة تانية. هحط ليمونة على ورق العنب، وهبتدي احط الشوربة لحد لحد رصة ورق العنب كده قبلها يعني قبل الرصة الأخيرة. والبتنجان بحط لحد نص البتنجانة شوربة. وبعد كده حمرت البتنجان بقى. لما بتحمريه بيبقى طعمه زي الممبار كده. وده ورق العنب، بصوا مفيش ولا واحدة اتفتحت، تحفة.